طب انت ايه رايك في موضوع زيزو، موضوع التجديد بتاع زيزو؟ هل انت كنت مع بيعه اصلا في الصيف اللي فات لما جاله 6 مليون دولار النادي، ولا كنت شايف ان زيزو لازم يكمل ولازم دلوقتي يتم التجديد يعني؟ انا عايز اقول لك حاجه. انا قبل كده قلت في حديثي يا امير، قلت زيزو للزمالك في الوقت الحالي زي الاهرامات في مصر. بمعنى ايه؟ ما تقدرش تبيع الهرم. اه. امم. عارف لو كانت فرقه الزمالك الفرقه اياها اللي انا قلت لك عليها، اللي كان فيها بن شرقي، امم. كان فيها ساسي ساسي، كان فيها ومصطفى مصطفى محمد، محمد، اه في طبعا. خبر عن مصطفى محمد ده؟ اه. اخدت بالك؟ كان امم. فيها عد بقى ورايا اسماء بقى، كتير. عد زي ما انت عايز اسماء تعد. كتير، اسماء تمام. كتير. لو كان وقتها، وقتها زيزو هيجيب لك ال 20 مليون ولا ال 10 مليون دولار، كان ممكن نبيعه. امم. ليه؟ لان في من عندك ناس. يعوض. اوكي. اوكي. لكن دلوقتي انت مع ان ما ينفعش زيزو يتباع، ما كانش لا، ينفع يتباع ما اصلا. فرقتك هيبقى فيها، مع ما انت احترامي لكل ممكن اللعيبه. بفلوس زيزو تجيب لعيبه فين؟ كتير. طيب حلو قوي، انت في الوسط الاعلامي امم. وانا بحترم كده فيك. امم. هل موجوده مواهب في مصر لا. تعوض زيزو؟ لا. برافو عليك. امم. مفيش. امم. مواهب صعبه، نادره جدا. قليله. فاكر لما خدنا كاس افريقيا 6 و8 و10؟ اه اه، منتخب مصر. منتخب امم. ايام الكابتن حسن شحاته وايام اه اه طبعا. الكابتن سمير زاده الله يرحمه. الله يرحمه. يا راجل، كنت شفت المنتخب كان شكله ايه؟ طبعا طبعا. هتعد مين ولا مين امم. فيهم؟ امم. امم. اخدت بالك؟ في مواهب كتير قوي، وعلى امم. فكره دي حاجه طبيعيه. امم. ساعات تلاقي في فتره زمنيه اه. في مواهب كتير قوي طالعه. امم. زي مثلا في فتره الخمسينات او الستينات، امم. كنت تلاقي عبد الحليم حافظ اه. ونجاة وعبد الوهاب وام كلثوم وبتاع. امم. دلوقتي حط عمرو دياب على جنب، هو مدحت صالح، امم. وكل سنه وانت طيب. امم. امم. فاهم قصدك. فكان لازم طبيعي يتم التعامل بالشكل ده مع ملف زيزو.